نرحب بالسيد الكاتب العام والسيد الكاتب العام الولاية والسيد الكاتب العام الجهوي، ونرحبوا بالأعضاء والحضور. الدورة الاستثنائية فيها نقطة فريدة، هي النظام الداخلي للمجموعة، مجموعة الجامعات، للنقاش والمصادقة. إذا ما كان شي نقاش تفضل سيد أحمد. عندي بعض الملاحظات في النظام الداخلي اللي وضعته للنقاش. تعلق الأمر بنقط تشكيلية، مثلا نشوف الباب الثالث، تسيير المجلس. المادة 19 تشير إلى أن الحضور هو إجباري بدون تعليق. أنا نطرح سؤال: في حالة تعذر حضور أي عضو من الأعضاء للجلسة ماذا سيكون؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تتعلق بالباب الرابع، اللجان الدائمة. هون وضعتوا 3 لجان، وشرطوا على الأعضاء في كل لجنة 5 على الأقل 5. إلا أن لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة لم يشير النظام إلى عدد الأعضاء. نمشوا للمادة 45 اللي يقول على أن في حالة ما إذا كان عدد المرشحين لعضوية اللجان يفوق العدد المنصوص عليه في هذا القانون الداخلي يتم اللجوء إلى تصويت. شنو العدد المنصوص عليه؟ انتم نصيتوا على اللجنة تعود فيها على الأقل 5، ولكن ما شرطوا على العدد اللي يمكن له يكون. يمكن يكون 6، يمكن يكونوا 7، يمكن يكونوا 8، إلى ما شرطوا إلى ما حددتوا العدد، عدد الأعضاء. حضور جلسات كما قلت، هو إنسان عنده عذر، إنسان عنده عذر، قاعد مريض ما استحالت له الحضور، والحضور إجباري. شنو اللي يطبقوا فيه في حقه؟ مع العلم أن المجالس الأخرى تقول لك في حالة تعذر حضور العضو بطبيعة الحال يدير رسالة للسيد الرئيس يقول يفهم له هذيك. إذا تكرر عدم الحضور ذيك الساعة فيه إجراءات أخرى قانونية. هذا هو اللي بغيت نقول في تدخلي هذا، وشكرا. نظن عنا نقدروا نغيروها حمى حضور إجباري، ما نقدروا نغيروها واخا حاني نجاوبوا نعودنا. بالنسبة لأعضاء اللجان، أعضاء اللجان 3 لجان، بما أن المجلس فيه 15 عضو ليعود كل لجنة فيها 5 أعضاء، قد ما يعود نشار لها غير هو اللي خارج، ما يقد يعود لجنة فيها 8 ولجنة فيها 3، ليعودوا متساويين 5 أعضاء. هذا أنا عارفه، غير خاص هذا الشيء خاصه يحدد في النظام الداخلي باش يعود يعني عود واضح. وحتى إجبارية أن عضو يعود في لجنة، المفروض يعود في لجنة، هذا أنا ما قد سمعته في المجالس السابقة. أنا يمكن لي نعود في المجلس بدون انتماء للجنة. تطوع إجبارية الأمور هون هي اللي طرح لها علامة استفهام. أما أنا نعرف عن اللجان 3 الدائمة، والأعضاء 5 والأعضاء 15. معناها عن كل لجنة فيها 5. كل لجنة فيها 5 9. هذا معروف، هذا واضح. حنشوفوا حما شو يقول لنا. إلا لجنة المالية ما شرطوا على كم فيها. قرا هذا اللي شتانا بعد، هذا اللي شتانا. صحيح سيد الرئيس، ملاحظتك في بلدها.
بالنسبة للنقطة 19 أنها تستمد يعني قوتها من روح القانون، لا سيما المادة 67 الحضور الإجباري، وهذا مقتضى يعني مقتضى قياسي على جميع الأنظمة الداخلية للمجال الجماعات الترابية، وبالتالي الحضور الإجباري للأعضاء في حالة يعني العضو إذا تغيب 3 دورات متتالية أو 5 متقطعة يمكن يعني هناك مقتضى قانوني صارم إقالته بالمجلس بدون عذر. لكن الأمر نحن مثلا نمارس نوع من المرونة. إلى مشينا مثلا العذر الذي يقبله المجلس بعذر مقبول يقبله المجلس، يعني ملي كيتغيب شي واحد الرئيس يقول راه فلان تغيب، ها العذر ديالو، ويصوتوا لذاك العذر المجلس. هذا الشيء لا يتم مثلا تداوله في المجالس عاده، ولكن نحن نلتمسوا المرونه، لان اصلا العذر كيكون ديجا عند الرئيس، يا اما باتصال هاتفي، يا اما شهاده طبيه، يا اما عذر مقبول، يا اما كذا. بالنسبه للماده 67 الماده 16 يعني طبقا لضوابط الماده 67. بالنسبه فعلا ملاحظتكم في الماده 44 هناك بالنسبه غير خطا ديال 5 أعضاء، هو في عضويه الماده خاص يكونوا على الاقل 5، لان الانتماء للجنه هو ليس اجباري، هو امر تطوعي. يمكن اللجنه مثلا الماليه يمشوا كاع فيها حتى 15 يديروا الانتماء ديال 15 عضو، يبقاو لجنتين بدون انتماء. لا في اطار مثلا الاتفاق بين اعضاء المجلس والانتماء، حبذا ان يكون في كل لجنه على الاقل 5، ما يقدوا مثلا 4 يكونوا لجنه. تكوين لجنه هي 5 أعضاء، هذا هو السليم، هو المقتضى الغائب هون اللي مثلا مشينا نحن في هذا مشروع النظام الداخلي. هو في حاله ما بقات واحد اللجنه ما انتموا له 5 أعضاء، عدم تشكيل لجنه، يمكن دمج لجنتين مهامها لاحدى اللجان. هذا هو مثلا المقتضى اللي خاصنا نزيدوه في حال مثلا واحد اللجنه تعذر النصاب القانوني ديالها للتشكيل. ها هو المقتضى اللي خاصنا نزيدوه هنا، جو بونس اللي سهينا عنه. وشكرا السيد الرئيس. الرئيس له السؤال هي غير هو فسرها لك، فسر لك طريقتها، هذا هو اللي فسرها لك. لا هذا راه ما هو من اجل شيء، لا من اجل ان هذا النظام الداخلي ما يعود فيه هفوات، ما يعود فيه ثغرات. مزيان. يعود نظام داخلي واضح ويطبق. هذا هو اللي انا بغيت في القضيه. وديك اجباريا مولي يتبع على شيء بررها. احنا ما جينا هون الا باش نحضروا الدورات. علاش ترشحنا هون؟ باش نحضروا، باش نعملوا، باش ناخذوا. يا غير مولي انا نقد نعود في الرباط مريض نصيفط له شهاده السيد الرئيس الدوره، نصيفط له سيرتيفيكا، خاص تعود واضحه في النظام الداخلي فقط. والله مشيت للبلديه وخذت بيه ولا قديت شيء، والله مرض لي حد ومشيت يعني اعذار كهذه وموافقه عليها المجلس. هذه امور اخرى الامور تعود واضحه، تبديلك تبديل واضح. المجلس ما هو لا يصوت ضده